المغرب مع علم إسرائيل، ونشوف إيش ردة الفلسطينيين من هيك تجربة. إيش رأيك في هالصورة؟ انت اول اشي كيف بتمسك شغله زي هذه؟ انت اول اشي كيف بتمسك شغله زي هذه؟ كيف تمسك؟ انت مزعاج وقف يا معلم دقيقة بس مزعج بدي اياها، ايش مزعتني؟ حط على راسك تمام؟ وهذا بدي اورجيك صورة يا حمزة وتحكي لي ايش رأيك. طيب جاهز؟ تمام. خد قول لي ايش رأيك في الصورة هاي؟ حلوين مع بعض صح؟ لا، ليش؟ هذا لأنه هذا علم مين هو؟ هذا علم إسرائيل وهذا علم مين؟ وهذا علم المغرب. وهذا هذا إسرائيل. طب حلوين إسرائيل معنا صح؟ لا مش حلو طبعا. طب ليش؟ لأنه هو بقصف عنا وبيعمل كل شيء وبكتب حروب وبكتب الأطفال كلهم. طب والمغرب ايش ماله؟ المغرب على راسنا. المغرب على راسنا. المغرب على راس. دولة عربية. تحبها يعني كثير؟ طب وش بدك تعمل انت؟ ده هذا مش لازم يكون هنا. تمزح مخ. هي دولة إسرائيلية، أما المغرب ولا بتسوي شيء، دولة عربية. هذه على راسنا. طب بوسها. قول لي ايش رايك في هالصورة؟ كيف؟ ايش هذا؟ انتوا حاطين علم شريف قدام علم مش شريف، هذا لازم يندعس عليه. ليش تمزحها؟ طب ليش؟ هذا لازم ينمزح، هذا فوق الراس وهذا تحت الرجل، هذا فوق الراس وهذا تحت الرجل فهمت كيف؟ لازم نتزعل، هذا حرق، هذا بتبوسه. هذه لأنها دولة شريفة، هذه بدها دعس وبدها خرق وبدها حراق. دولة ظالمة حرام هذه. بالنسبة للمغرب طيب هذا بدها لازم هذا نبوسها. هذه شريفة وأهل الجزائر كمان معهم وكل الدول. طيب وجهنا كلمة حلوة لأهل المغرب بدل ما أنت هيك دمك حام عليهم. كل التحية من أهل فلسطين لأهل المغرب وكل التحية لهم.